إلى تلك التي رفع التاريخ المصري منها مثالا عاليا عبر الأجيال، فلم تغيرها الأيام بل زادها القدم أصالة وجلالا. إلى تلك التي غذت الحضارة وصاحبت المدنيات وأعطت أضعاف ما أخذت، ثم كانت من قوة الشخصية بحيث لم تخدعها الأضواء، فظلت كما هي سليمة نقية كالمعدن الكريم، كريمة وفية كالنيل الأصيل، حياتها للخصب والإنتاج كأرضنا الطيبة. إلى تلك الصبور الدؤوب التي هيهات للبساطة أن تحجب عنها عظمتها، إنها أكبر من المظاهر وأعظم من الزمن نفسه، فلا أحداثه ولا آلامه استطاعت أن تغير منها شيئا. لوحت الشمس منها الوجه ولكنه بسمرته رائع آسر، يسحر بالطيبة والوداعة وصدق الفطرة الذي يفوق كثيرا أصباغ الحضارة. وعرقت الأرض منها اليدين ولكنهما بمعالم الكفاح خير من أياد كثيرة تأخذ منها ولا تعطي. فما أبعد الفارق بين اليد العليا واليد السفلى. وضوى الجفاف منها الجسم ولكنه بشموخ، قامته إلهام للفن ووحي للشاعر ونموذج للرسام. إنها أقوى من الفقر نفسه وأعظم من الزمن، لأن هاتين القوتين لم تغيرا منفردتين أو مجتمعتين جوهرها النفسي، فظلت كرائمها كما هي من وفاء وإباء وبلاء وصبر طويل. إلى تلك التي امتزجت بوادينا وحملت طابعه، فجمعت في كيانها النحيل طيبة الأرض وعذوبة السماء وصبر الصحراء الذي لا ينفد. إلى تلك التي في الحقول تنساب بين أعواد الذرة وتترفق بين سنابل القمح وتتهادى على البساط الأخضر وتحنو على النيل مع أنداء الفجر وبسمة الشروق. فكم أدت إلينا جميعا وما انتظرت جزاء ولا نالته، على أني لا أسدي إليها هنا يدا ولا أزجي عرفانا، فإني إنما أخاطب نفسي حين أخاطبها. وحي المرأة المصرية بكرائمها بشمائلها بطابعها الأصيل بأمجادها جميعا. وحيي أمي وجداتي منذ فجر التاريخ المصري إلى اليوم.